الدكتورة نوال عبد العزيز العيد. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الحديث عن الثوابت أحب أولا أن أقف عند مفهوم الوطنية. مفهوم الوطنية من المفاهيم التي يدور حولها جدل واسع، ويختلف باختلاف الزاوية التي يتناول منها وهوية من يتحدث عنها. ومع المخاطر التي تكتنف المنطقة والمعطيات التاريخية، نجد أن مفهوم الوطنية السعودية يحتاج إلى تحرير وتعريف واضح ودقيق بما يتناسب مع مكانتها. من الطرائف أنني وأنا أستمع الآن إلى مداخلات الزملاء والزميلات، وجدت أن مفهوم الوطنية يحتاج إلى تحرير حقيقة. هناك من فسره بالانتماء في أثناء مداخلته مما بين الأسطر، هناك من فسره بالأرض، هناك من فسره بالعلاقة بين الفرد والقيادة، هناك من فسره بالنظام. إذن لن نستطيع أن نتحاور على وضوح حتى نعرف ما معنى الوطن بالذات، ومن ثم نستطيع أيضا أن نفسر الرموز الوطنية، العلم، النشيد، ما إلى ذلك. إن كان اتفقنا على أن الوطن هو الأرض، حب الأرض فطرة وركيزة في قلب الإنسان أشار الله إليها في أكثر من موضع في القرآن. إن كنا نتكلم عن النظام، من الثوابت التي لابد أن ننادي بها بعيدا عن فلسفة المثقفين حقيقة هموم المجتمع. اليوم كثير من المجتمع لا يملك بيت ملك حتى ولا يستطيع أن يحصل على منحة مساحتها 500 متر، مع وجود أراضي تعاني من التشبيك. أن يكون الإنسان مبدع ومفكر ومخترع ولا يستطيع أن يحصل على براءة اختراع ويهاجر عقله إلى الخارج حتى يحمى اختراعه. أن يعلن عن وظيفة ويتسابق إليها الآلاف ممن يستحقون الحصول عليها ويوظف عليها من يحمل فيتامين واو الواسطة. أن يكون مسؤول يحمل هم الأمانة ولا يحب أن يمرر معاملات غير نظامية، يعفى أو يتم فصله. كل هذه لابد أن نتكلم عنها بصراحة. إذا أردنا أن نتكلم عن الثوابت الوطنية لن نستطيع أن نتحدث عنها ما لم نتحدث عن إشباع حاجات الناس الأساسية. أن يموت اليوم الإنسان في أمطار يسيرة مثل ما حصل في سيول جدة وحتى الآن لم تظهر آثار التحقيقات، هذا يحتاج أننا نتكلم عن حقوق المواطن. أن يمرض إنسان ولا يجد سرير، أين المواطنة؟ إذا كنا نريد أن نتحدث عن الثوابت الوطنية لابد أن نتحدث عن المواطن، من يحمي حقه ومن يحل مشكلاته. المملكة العربية السعودية مملكة قامت على عقيدة، وكلنا يذكر ما تم بين الإمام محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب. اليوم يتطاول على العقيدة ولا نرى عقوبات رادعة صارمة لمن يتطاول على ثابت من ثوابتنا. صحيح أننا اتفقنا على أن الكتاب والسنة هي الثابت، لكن لم نتفق على من يملك حق تأويل هذه الثوابت. اليوم الكتاب والسنة كلام مستباح لكل أحد ممن لم يملك أدوات العلم باسم حرية الرأي وحرية الشخصية. لكل تخصص أهله ولا بد أن يحترم، وإلا عشنا كلام مستباحا وفوضى فكرية. وشكرا جزيلا لكم. شكرا للدكتورة نوال. الآن الدكتورة نعم.